يا أخي أنا بقول شغلة، أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه له فتوى في القذافي مثلا، أنه يرى أن القذافي كفر في كتابه الأخضر، أو أن أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حرف القرآن. بينما الشيخ القرضاوي مثلا، الشيخ سلمان العودة مع احترامي لهم كانوا يزورون القذافي، لما سقط القذافي ركبوا الموجة. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. أن أدعو لهذا البلد الطيب لليبيا. حقيقة أنا هذه أول مرة أتشرف به بزيارة هذه الجماهيرية المباركة، وقد ندمت على ما مضى من عمري أني لم أكن زرتها. وكذلك أختم هذه الكلمة أيضا بالدعاء لقائد هذا البلد جزاه الله خير، قائد هذا البلد جزاه الله خير، لأن الشعب الليبي يحبك ويتابعك والشباب يحبون العريفي، فنريد منك جزاك الله خير مشاركة هاتفية تقول لهم اهدأوا وهذا ولي أمركم، أطيعوا ولي أمركم، قلت له بئسا في قولك وتفا على وجهك، وأنا أشرف من أن أزكي ذلك الطاغية، وعجبت والله من جرأته. أكيد جولتنا طبعا كما عرف الكثير من الأخوة هي حول زيارتنا إلى ليبيا. الدكتور أو المهندس سيف الإسلام القذافي، وهذا الرجل وإن كان ليس له منصب رسمي يعني مسمى، إلا أن في الواقع له منصب أدبي كبير، وهناك توافق جيد عليه من كافة الأطياف والطوائف، وهناك بصمات حقيقة تحمد له ويشكر عليها فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الكثير من الليبيين، عودة الذين في الخارج، وهذه بدأت بشكل قوي، وآخرون يحتاجون إلى وقت حتى يستوعبوا فعلا أن هناك مرحلة جديدة تتشكل وتتكون، خروج الناس الذين في السجن، بداية بصمات جميلة في موضوع التنمية. أيها الأخوة، اتصل بي أمس بعد محاولات مريرة من يدعى بسيف الإسلام القذافي، وقال لي نريد أن نسمع من العلماء كلمة في حق ليبيا. قلت له سوف تسمع هذه الكلمة ولكنها لن تكون في صالحك، سوف تسمع هذه الكلمة ولكنها لن تكون في صالحك. ربما هذا النظام كان الكثيرون وأنا واحد منهم يستغرب لماذا يظل هكذا طيلة هذه السنوات، وهو نظام فاقد لعوامل البقاء، نظام لا يقوم على عقلانية ولا على مرجعية وليس ديمقراطيا، ولم يحقق لشعبه أي خير أو بركة أو مصلحة في الدين أو الدنيا. فالآن تبين أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أخواننا العرب مشغلين برواتب بعض المشايخ عندهم معروفين، مشايخ ياخذوا في مرتبات شهرية من الأنظمة العربية، يعطوه بالتعليمات بالتليفون، يقول له عدي أطلع ادعي عليه معمر القذافي، عدي حرض المسلمين والعرب والليبيين في ليبيا أن يطلعوا، وشفناها واحنا نعرفوهم. هذول نعرفوهم، هذول المشايخ، هذول المشايخ ما بفلوس يجوا اليوم يقول اطلع ادعي على مصر، ادعي اليوم على ليبيا، لا اشكر النظام هذا. عارفينهم هذول، عارفين تاريخهم واصل فصلهم. ما هو لما كانت الايام كويسه كانوا يجونا وياكلوا ويشربوا عندنا، وكانوا يتبلقون عندنا ويلعقون احذيتنا، ما كنا نعرفوهم. ما هم مصورين يصوروا معانا، وكانوا يجوني، وكنت انا يعني الطفل المدلل بتاعهم، وفجاه انقلبوا.